يلا بينا النهارده بما ان احنا خلاص دخلنا في الصيف وهنبتدي نعمل بقى حاجات علشان التمارين والاولاد. هعمل معاكم النهارده سناك حلو جدا جدا ومغذي وحلو، والولاد هياكلوه بطريقه ان شاء الله تعجبكم. سناك او هنقول بار الشوكولاته بالتمر تحفه قوي. يلا بينا نعمله سوا، تعالوا معايا يلا. اول حاجه انا جبت التمر كده، طبعا عندنا كتير قوي تمر من رمضان. هبتدي اشيل النوى بتاعه وافضيه كله، وجبت عندي طاجن وحطيت فيه ورقه من الزبده، وهبتدي ارص فيه كل البلح بالشكل ده. الاول لو مش عارفاني انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو بسرعه اعملي لي لايك وشير. بعد ما فردت كل البلح بالشكل الحلو ده، هبتدي اضغط عليه ضغطه شويه كده عشان اخليه كله يمسك في بعضه اهو زي الفل. تاني خطوه بقى عندي هنا زبده الفول السوداني، طبعا دي اختياري، حابه تحطيها تمام، مش حابه ممكن تشيليها خالص من الوصفه. هبتدي اوزع زبدة الفول السوداني بالشكل ده، وبعدين جبت عندي شوكولاتة دارك وابتديت ان انا اسيحها خالص معاكم كده. بعد ما سيحت الشوكولاتة وبوزعها بكل الشكل كده على كل القالب بتاعي اهو. هبتدي دلوقتي، ممكن تقف معايا لحد كده، بس انا عندي هنا كان في عندي شوية من المكسرات دي اختياري، ممكن تضيفيها وممكن تشيليها خالص من الوصفة. انا كان عندي هنا شوية من البندق كسرته وحطيته بالشكل ده، وطبعا انت بتحطيه بسرعة قبل ما الشوكولاتة تسيح علشان البندق او المكسرات، حتى لو الفول اللي هو السوداني العادي ممكن تحطيه. وزعت كل المكسرات معايا. هبتدي اخر حاجة كان عندي شوكولاتة بيضة سيحتها برضو وحطيتها في كيس حلواني. بسم الله. هبتدي اوزعها برضو بشكل عشوائي جدا. الوصفة دي ممتعة يا جماعة، حلوة قوي قوي. انا ابني فعلا ما كانش بياكل التمر خالص، بجد اكله وعجبه وطلب تاني ان انا اعملها له مرة تانية، وبديها له وهو رايح اي تمرين. بعد ما بتطلع وبنسيبها في التلاجة تجمد معايا، بصوا تحفة، بجد رهيبة، طعمها حلو قوي. جربي الوصفة وان شاء الله تعجبك، ولو عجبك لايك وشير. باي باي.